انا عملت الصينيه القمر دي ببيضتين ومعلقتين كاكاو بس. يلا بينا نكمل باقي الفيديو مع بعض. وصفات سهله بسيطه، تابعيني ومش هتندمي صدقيني. انا بعمل منيو اقتصادي وبعمل حلويات اقتصاديه جدا مش مكلفه. بسم الله كده هنسمي وهنجيب بول عندنا ننزل فيهم ببيضتين بدرجه حراره الغرفه. اهم حاجه المقادير كلها تكون بدرجه حراره الغرفه. هنزل عليهم بكوبايه من السكر وعشرة من الفانيليا. واهم حاجة الكوباية اللي انا هستخدمها من اول الوصفة هي هستخدمها لحد اخر الوصفة. هنزل عليهم بكوباية الا ربع من الزيت ومعلقة سمنة بدرجة حرارة الغرفة. برضو انا كنت هفكها سنة حتى مرضتش، قلت هي من كتر التقليب هتدوب معانا. هبدأ بقى اقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما اتأكد ان كلهم اندمجوا مع بعض والسكر معايا داب لمدة 3 دقايق بالظبط. هنزل عليهم بكوباية الا ربع من اللبن او الحليب بدرجة حرارة الغرفة برضو. عشان تنجح معانا الكيكة لازم تكون كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة. هنزل عليهم باب 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، واهم حاجة يكون الكاكاو من مصدر موثوق منه. انا جبت مرة قبل كده كان مش كانش كاكاو، كان حاجة مرة. انما الكاكاو اللي انا مستخدماه هنا في الوصفة انت لو دقتيه اصلا وهو خام كده تحسي انك بتاكلي شوكولاتة. هبدأ اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس كده جدا. هنزل عندي بالدقيق انا نخلاه بنفس الكوبايه برضو، هنزل بكوبايتين من الدقيق عليهم كيس كيك شيف او بيكنج باودر اللي انت بتحبي تستخدميه. انا بستخدم كيك شيف لذيذ بصراحه في الكيكه والحاجات دي حلو. نبدا بقى نقلب كل ده مع بعض. انا مش هزود اي حاجه تانية. قوام الكيكه هتشوفوه هيطلع مظبوط جدا عشان انا مستخدمه المقادير كلها بكوبايه واحده. هنجيب صينيه عندنا مقاس 30، هندهنها زيت ونرش فيها كده رشة دقيق. ننزل عندنا بالكيكة، واهم حاجة نكون مش شغالين الفرن قبلها. انا بشغل الفرن وبعدين ابتدي اعمل في الكيكة. هشغل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة بالظبط. هتطلع معانا ناجحة بصراحة. مستوى واحد مفيش بقى حتة عالية وحتة واطية. اهم حاجة نخبط الصينية كده على الارض مرتين تلاتة عشان لو فيها هواء او حاجة تطلع. كده بعد ربع ساعة، ساعة الا ربع اسفة بالظبط، طلعت عندي الكيكة مستوى واحد. مش هنختبرها برضو قدامكم بالخلة. بص يعني مفيش اي غلطة وطرية معايا جدا دي وهي سخنة. هنسيبها بقى تبرد تماما خالص. انا بعمل الصوص الشوكولاتة دايما وبعينه في الفريزر.